السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. وهنقدم لكم النهاردة تقرير سوق الجمعة بتاريخ 25 يوليو 2025. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. مبدئيا يا جماعة النهاردة السوق يعتبر اشتغل شوية عن الجمعات اللي فاتت، لأن كانت الجمعات اللي فاتت فيها حالة ركود شديد جدا، مفيش تداول ولا في لم، كانت الدنيا صعبة جدا. دلوقتي إلى حد ما بقى في شوية تداول بين الناس، اللم قليل. وعلى فكرة الأسعار اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة دي أسعار تداول مش أسعار لم. وطبعا في انخفاض كبير جدا في أسعار العصافير. ركزوا معايا علشان نعرف التقرير بالتفصيل. هات ورقة وقلم زي ما متعودين، وهتبتدي ان انت تكتب ورايا أسعار الطيور اللي هي تهمك. أول حاجة هنبدأ مع بعض التقرير بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بالاسترالي أو البادجي. هنبدأ مع الاسترالي الغوامق. الاسترالي الغوامق يا جماعة أسعاره الكبير الشغال من 150 جنيه ل 170 جنيه، والصغير من 100 جنيه ل 110، يعني نقول مثلا 100 جنيه. الاسترالي الفواتح بيبدأ معاك الكبير الشغال 200 جنيه، والصغير 150 جنيه. الاسترالي بقى اللي هي التركيبات، اللي هي تركيبات الريمبو. تركيبات الريمبو هتلاقيها الجوز الشغال من 200 ل 250 جنيه، والصغير 150 جنيه. نيجي بقى لتركيبات الشكري برصاصي. تركيبات الشكري برصاصي 200 جنيه ل 250 جنيه الكبير، والصغير 150 جنيه. نخش على البادج اللي هو العين الحمراء زي الالبينو واللاتيني والكريمي. كل دول من 200 ل 250 جنيه جوز الشغال، والصغير من 150 اخره 170 جنيه. نخش على الفالو. الفالو قليل مش كتير في السوق، ولكن الجزء الكبير الشغال من 300 ل 400، والصغير من 200 جنيه. معانا برضو البلاك وينج. البلاك وينج متوسط اسعاره 500 جنيه الجزء الشغال، والصغير 300 جنيه. معانا برضو الريمبوهات. الريمبوهات اسعارها حسب المستويات. طبعا كل ما يكون كلير وينج سعره بيكون اعلى، ويكون الالوان اللي هي البنفسجي بتكون سعرها اعلى. الحاجات اللي هي بلو سكاي والموف وكده بتكون اقل شويه. فعموما يعني متوسطات الريمبو من اول 350 جنيه لحد 600 جنيه. ده بالنسبه للجزء الشغال. الصغير من 200 ل 300 جنيه حسب برضو المستوى. بالنسبة للشكري برصاصي الجوز الشغال من 300 ل 350، والصغير من 200 ل 250. معانا برضو الفلل اللاسوينج. اللاسوينج من 1000 ل 1200، والصغير ب 600 جنيه. كل الاسعار اللي انا بقولها لكم دي اسعار تداول مش لم. اللم اسعاره اقل من كده. بالنسبة للفلل اللاتيني، الفلل اللاتيني 800 جنيه كبير، وصغير 500 جنيه. الفلل التكساس الجوز الشغال من 600 ل 800، والصغير ب 500 جنيه. معانا برضو الفلل بقى الفواتح، زي تلاقي بقى بناضد سبنجلات هوريكالات الكلام ده كله. هتلاقي من 500 ل 600 جنيه الجوز الشغال، والصغير من 350 ل 400. في برضو الفلل اللي هي الازرق والاخضر، هتلاقي الجوز الشغال 400، والصغير 250 300 جنيه. الانصاص بقى والانجليزي اسعارهم يا جماعه متفاوته، يعني ملهاش اسعار ثابته بالنسبه للانصاص والانجليزي. يعني ممكن لو هنمسك الانصاص، ممكن الاجواز اللي هي الشعبي او الاحجام شويه تلاقيها من 300 جنيه وانت طالع بقى 400 500. حاجات مستوى متوسط شويه في الانصاص تلاقيها مثلا 700 جنيه. حاجات مستوى عالي 1000 1200 1000 ونص اقصى حاجه تقريبا كانصاص. الانجليزي بقى بيبدأ معاك من اول 1000 ونص لو مستويات يعني تعبانة شوية، لحد 2000 2000 ونص 3 4 زي ما انت عايز بقى حسب الاسعار. الاسعار بتاعت الانجليزي بتبقى حسب الهاوي وحسب الدم. كل واحد بيبيع بسعره، فانا ما اقدرش اديكوا سعر يعني دقيق جدا بالنسبة للانجليزي والانصاص. طبعا يفضل تشتروها شغالة او اول شغل، علشان وهي صغيرة ما بيبانش مستواها النهائي. نخش على الكوكتيل.
الكوكتيل معانا الكوكتيل اللاتيني. الكوكتيل اللاتيني الجوز الكبير الشغال من 1000 ل 1200. طبعا دي كلها اسعار تداول، باكد تاني اسعار تداول، اللمه اقل من كده. بالنسبه للصغير من 700 ل 800. ده الكوكتيل اللاتيني. نخش على الكوكتيل المصبغ. كوكتيل المصبعات اللي هي الفواتح هتلاقيها 750 ل 850 بالنسبه للكبير الشغال. الصغير ب 500 جنيه. في برضو مصبعات الكوكتيل، مصبعات الغوامق هتلاقيها من 650 ل 700. والكبير ده الكبير الشغال، والصغير 400 جنيه. بالنسبة للبصمات والفوتيهات هتلاقي الجزء الكبير الشغال 1200 جنيه والصغير 700 جنيه. نخش على كوكتيل الإيزابيل. الإيزابيل هتلاقي الجوز الشغال 700، وغالبا على فكرة الإيزابيلات بيكونوا انتايات، يعني هتلاقي الحتة ب 350 الشغالة، والصغير هتلاقي الجوز ب 500 جنيه. بالنسبة للكوكتيل الحبشي، الحبشي كبير شغال 600 والصغير 400 جنيه. برضو الكوكتيل بقى الفرنساوي الحبشي هتلاقي اللي هو الوايت فيس، هتلاقي الجوز الشغال 1000 جنيه والصغير 600 جنيه. بالنسبة للإيزابيل الفرنساوي اللي هو الوايت فيس برضو هتلاقي الجوز الشغال 1200 والصغير من 700 ل 800. أحب أقول لكم إن الإيزابيلات أغلبيتها بيكون نتايات، بس بيبقى فيه كورة، بس الأغلبية نوت. بالنسبة للكوكتيل الألبينو الجوز الشغال من 1800 ل 2000 جنيه، والصغير من 1000 جنيه ل 1200 جنيه. بالنسبة للمصبعات اللي هي الفرنساوي أسعارها متفاوتة بقى. يعني أقل سعر ليها ده بالنسبة للحاجات الشغالة يعني هتلاقي 1200. ممكن تعلى شوية الحاجات الوسط شوية هتلاقيها اللي هي التصبيعة الأقل سنة هتلاقيها ب2000 جنيه مثلا. التصبيعة اللي هي قليلة خالص يعني زي بصمة صغيرة خالص فيها هتلاقيها بحوالي 3000 جنيه. ده بالنسبة لأسعار البصمات أو المصبعات والفوتيهات الفرنسية. نخش على الروز. بالنسبة للروز الأوبلاين أورنج الجوز الكبير الشغال من 1600 ل 1800 والصغير من 800 ل 1000. دي أسعار تداول على فكرة. بالنسبة للروز الألبينو، الألبينو 900 جنيه جوز شغال، والصغير 550 ل 600. بالنسبة للأوبلاين ريد، الأوبلاين ريد لاتيني هتلاقي الجوز الشغال من 1800 ل 2000 والصغير 1000 جنيه. بالنسبة للأوبلاين اللي هو العين السوداء هتلاقي الجوز الشغال من 900 ل 1000 والصغير من 500 ل 600 جنيه. في بقى اللي هو اللاتيني عين حمراء، بس هو اللي هو الاورنج فيس اللي هو النص كاب يا جماعه، مش الفول، مش اللي هو الاوبلاين، اللي هو الوش اللي هو نص كاب. هتلاقيه الجوز الشغال من 900 ل 1000 جنيه والصغير 500. برضو الروز اللاتيني اللي هو الريد فيس بقى مش الاورنج فيس هتلاقيه الجوز الشغال من 850 ل 900 والصغير 500 جنيه. الروز الكريمي، الكريمي هتلاقي الجوز الشغال 800 ل 850 والصغير 500 جنيه. في بقى اللي هو الروز العين سودا اللي هي الالوان بقى زي الموف والازرق والكلام ده هتلاقيه جوز الشغال 800 والصغير 400. الاخضر الروز الاخضر ب 500 جنيه الجوز الشغال، والصغير من 300 ل 350 جنيه. ده بالنسبة للروز. نخش على اسعار الفيشر. الفيشر اللاتيني العين الحمراء هتلاقيه من 2800 ل 3000 جنيه الجوز الشغال، والصغير من 1500 ل 1800. بالنسبة للفيشر الفايوليت، الفايوليت او البنفسجي هتلاقيه من 1000 جنيه 1200 جنيه الجوز الشغال، والصغير 600 جنيه. بالنسبة للفيشر اللي هو الذهبيات، الذهبيات هتلاقيه من 800 ل 900 والصغير 600 جنيه. بالنسبة بقى للحاجات اللي هي البرسوناتا او البار بلو او الكلام ده كله هتلاقيه من 1200 ل 1600 الجوز الشغال، والصغير من 700 ل 800 جنيه. ده بالنسبة للفيشر. الفيشر الأخضر هتلاقي الجوز الشغال ب 500 جنيه والصغير بحوالي 300 جنيه. نخش بقى على الفنشات أو الطيور الفينش عموما. معانا الزبرة، الزبرة فينش، الزبرة الحبشي
الجوز من 150 ل 200 جنيه. طبعا مفيش صغير وكبير في الزبرة، اغلبية الناس بتنزل الزبرة شغال لان الزبرة اصلا بيكبر بسرعة، فهتلاقيه من 150 ل 200 جنيه. ده بالنسبة للايه للجوز اللي هو الحبشي. نخش على الفواتح من 200 ل 250 جنيه. نخش على الهاف اورنج. الهاف اورنج ب 400 جنيه. الفول اورنج هتلاقيه من 1000 ل 1200 جنيه. ده بالنسبة لأسعار الزبرة. نخش بقى لأسعار الجاوة اللي أسعارها نزلت جدا جدا جدا. نخش على الجاوة الفون اللي سعره بدل ما كان ب 1800 وب 1500، لا سعره بقى من 500 ل 600 جنيه الجوز. سعره قليل جدا. طبعا انا هقول لكم اسعار الجواز شغاله، مش الصغير كمان. الالبينو او اللي هو اللون الابيض يعني في الجاوه هتلاقيه ب 500 جنيه. الجاوه الحبشي ب 300. الجاوه السيلفر من 400 ل 500 بالكتير. نخش على الحسون. الحسون دلوقتي في جواز بايته اللي هي بتبقى مش صيد يعني، هتلاقي الجوز ب 1000 جنيه. الفرد الواحد ب1000 جنيه. وفي ناس بتبيع الجوز ب1500، يعني على حسب. يعني ممكن نقول ان الفرد مثلا من 750 ل1000. ده بالنسبة للحسون. الكناري الجوز الكبير الشغال من 800 ل1000 جنيه، الصغير من 500 ل 600. معانا برضو الجولديان فينش. الجولديان فينش الأخضر من 1600 ل 1800. الجولديان فينش الأصفر من 1800 ل 2000. الجولديان فينش السيلفر هتلاقيه من 2200 ل 2500 جنيه. بالنسبة للفراولة هتلاقي الجوز ب 250 جنيه. والبنجاليز من 250 ل 350 جنيه. في برضو معانا اليمام. اليمام القمري جوز متوسطه 150 جنيه. بالنسبة لليمام الماسي اللي هو الفضي هتلاقيه من 400 ل 500. بالنسبة لليمام الماسي الأحمر هتلاقيه من 600 ل 700. في طائر الماينا الجوز ب 200 جنيه ل 250 جنيه، حسب يعني ما بيزيدش عن كده. برضو معانا الريدرام. الريدرام من اللي هو الحبشي هتلاقيه 1000 جنيه الجوز الشغال. يزيد شوية لو اللي هو الريدرام السيلفر هتلاقيه مثلا من 1200 ل 1500. الريدرام اللي هو الأوبلاين ممكن تلاقيه من 1800 ل 2000 جنيه. ومعانا برضو الدرة الهندي اللي هو الأخضر بيبدأ معاك من أول 4000 جنيه لحد 5000 جنيه الجوز الشغال، حسب المستوى والتقليب بتاعه. لو المستوى بتاعه مش متستف مفهوش غلطة ممكن تلاقيه متوسط 4000 ونص ل 5000 جنيه. كده وصلنا لنهاية التقرير بتاعنا. أتمنى يكون عجبكم، ولو استفدتم منه أتمنى تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.